السلام عليكم. معكم سهام عباسي. حظيت بشرف تسيير الندوة الثقافية اللي نظمتها جمعية أجيال المستقبل للتربية والتنمية في إطار فعالية برنامج لقاء الأجيال. برنامج لقاء الأجيال في نسخته الثانية لأنه كان امتداد للنسخة الأولى اللي عشنا الأطوار ديالها قبل الجائحة ديال كوفيد. خلال هذه النسخة لقاء الأجيال كان شيئا ما متنوع، لأن قاس مجموعة ديال المجالات الثقافية، بحيث أنه نظم مجموعة ديال الورشات في مجال القراءة في مجموعة من المدارس العمومية. كذلك نظمنا لقاء أدبي كان نهار 29 من أبريل، لقاء أدبي استقبلنا فيه جوج ديال الكتاب تبارك الله، عندهم تجارب إبداعية وفنية كبيرة، لأنهم تيجمعوا ما بين الفن والكتابة والرواية والقصة. فكان لقاء جد شيق، وحتى تدخلات الجمهور كانوا في مستوى عالي جدا، والنقاش كان غني. كذلك عشنا معكم اليوم لقاء فني شبابي 100%، استقبلنا فيه مجموعة من الشباب طاقات المدينة اللي هما بطبيعة الحال كنفتخروا بهم لأنهم تنتميوا وتمثلوا مدينتنا أحسن تمثيل. مازال مواصلين إن شاء الله أطوار برنامج لقاء الأجيال. غادي يكون حفل اختتامي وعلى شكل أمسية ترفيهية للأطفال إن شاء الله، غادي تتم في فضاء الخزانة الوسائطية. واخيرا تنشكر الوجوه الاعلاميه اللي اليوم حاضره معنا طيله المده ديال البرنامج، والضيوف اللي كانوا حاضرين معنا، وكذا الحضور اللي الصراحه ابانوا على الفكر الثقافي ديالهم واهتمامهم بالانشطه اللي كتدار في المدينه ديالهم. شكرا لك. بسم الله الرحمن الرحيم. في اطار الدوره الثانيه للقاء الاجيال منظم طرف جمعيه اجيال للتنميه والتربيه، فكنت سعيد جدا باستضافتي معهم في لقاء الاجيال وحول تجربه شبابيه لرفقه مجموعه من الفنانين الشباب اللي هم يا السي عبد الرزاق عامر وكذلك السي عبد الرحيم الراقي. فحاولنا ان نتقاسموا مع الجمهور الكريم الحاضرين معهم، نتقاسموا معهم التجربه ديالنا والباركور اللي كان اللي مشينا فيه منذ تقريبا ما يقارب 20 سنه 22 سنه. فكنا سعيدين جدا، تفاعل الجمهور تفاعل جيدا، وكانت اسئله ومداخلات شيقه، استمتعنا بهذا اللقاء هذا. وتحيه للجمعيه المنظمه، تحيه للسي ياسين، سي الحسن ياسين وكافه الاطر الجمعيه المنظمه، وكذلك تحيه لجميع الحاضرين، وتحيه لجميع المنابر الصحفيه، للسي هشام سكوما عين بريس، تحيه لكم وشكرا على التغطيه وشكرا على الحضور، ونتمنى لقاءكم في فرصه قادمه ان شاء الله. شكرا. السلام عليكم. عبد الرحيم راقي، مقدم مجموعه شبيبه رمز لاقه 200 شخريبكا. كان لنا شرف حضور اليوم في هذا اللقاء اللي هو لقاء الشباب، لقاء الاجيال المنظم من طرف جمعيه الاجيال المستقبل، اللي كنشكرهم على هذه الاستضافه هذه اللي تاحتنا الفرصه اننا نتقابلوا مع واحد الشريحه ديال الجمهور ديال 200 شخريبكا، ونتقاسموا معهم واحد التجربه فنيه مع مجموعه من الشباب، الفنان عبد الرزاق عامر وكذلك الفنان امين العفوي. تقاسمنا واحد التجربه ديال اللي دوزها عبد ربيه في الميدان المسرحي وفي الميدان التراثي للفن عبيده الرمى. الحمد لله. كنبغيو نشكروا الجمعيه على هذا اللقاء هذا، وكنشكروا الحضور الكريم، وكنشكروا جميع المنابر الصحفيه، السي شمس كوما على التغطيه للحدث، ونتمنوا التوفيق ان شاء الله لجميع الشباب 200 شخريبكا الطموح والغيور على الشأن الثقافي في المدينه. السلام عليكم. معكم عبد الرزاق ولد عامر. اليوم جيت سعيد انني نشارك في لقاء الاجيال في نسخته الثانيه هنايا مع اصدقائي بجمعيه الاجيال اللي عرفت حضور شباب فنانين ولاد خريبكا ولاد الميدان الفني، وحاولنا نتقاسموا تجربتنا مع الناس اللي كانوا حاضرين. تكلمنا على التجربه كي كانت، تكلمنا على تجربه المسرح المدرسي، مسرح الشباب،
والمسرح الاحترافي. حاولنا نوصلوا للناس اللي كانوا حاضرين معنا هنايا في القاعه جميع كل ما يتعلق بالتجربه ديالنا الفنيه. كنتمنى ان هذا اللقاء ما يوقفش هنايا، يبقى يتكرر كل مره. وتحيه لكل المواهب الخريبكيه اللي كتحاول انها تخلق فن جميل هنا للسكان ديال المدينه، وكنتمنوا اننا نكونوا عند الحسن الظن ديال الساكنه ديال خريبكه.